وكانت يعني من أبسط الرؤى لأبسط سياسي إنه الثورة ستصل إلى نهايتها وتسقط نظام البشير ونظام الحركة الإسلامية. كان ذلك واضح، لا يريد اجتهاد. وكان جدير وحري بأي سياسي ووطني غيور على هذا التراب منذ بداية الثورة. كان على العارفين أن يعتكفوا ويعكفوا على إعداد لاستقبال ما بعد سقوط نظام البشير. سقط نظام البشير، وعندما سقط وتهاوى النظام كان ليس هنالك ترتيبات على أقل تقدير أن تغير الوجوه الحاكمة قبل سقوط البشير. أصبحت دولة عميقة، ليس كانت هنالك أدنى أطروحة من فضائح التاريخ السياسي أن يقول رئيس وزراء لثورة قدم السودان فيها فلذات أكباد، قدموا أرواحهم منذ عباس وانتهاء بآخر شهيد في الجيش والمستنفرين الآن. يقول هذا رئيس الوزراء أنه ليس لديه برنامج، وقلنا في ذاك التاريخ لا أحد يقبل وظيفة إن لم يكن لديه المؤهلات. لكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى السودانيين بكل المجموعات السياسية التي اختطفت الثورة السودانية وأنهتها في مربع الحرب. نقول مرة أخرى كما قلنا في السابق، لابد للمؤسسة العسكرية الأستاذ وفريق ياسر العطا وكباشي والبرهان وكل هؤلاء الناس استفيدوا من العقول السودانية التي لا تطلب وظيفة ولا تطلب مال. استفيدوا بتشكيل ما يطرحه لكم كل المفكرين السودانيين والعقلاء، ليس المركز وحده ولسنا نحن. كثير من الناس قدموا كثير من الأشياء، وأخونا البروف علام عقد مؤتمر كامل وفيه كل الجوانب تم الحديث فيها والنقاش فيها، وكل له تصور موجود. المركز منذ بداية الحرب عكف على إعداد منهجين: منهج حكومة المستشاريات، وشرحناه واستوفينا فيه شرحه، اللي هو حيقفل الباب على كل تاجر سياسي وعلى كل تاجر جهوي أو تاجر مناطقي أو تاجر بندقية أو صاحب كارتيل. حكومة المستشاريات هذه تنتقي في المجال المحدد مجموعة من العلماء السودانيين والعالمات السودانيات متطوعين أن يكونوا في هذه المستشارية ويقدموا لها كل ما يمكن تقديم. مستشارية رئيس الوزراء مثلا، أو اللي هو حيكون المستشار الأعلى في التشكيلة في التصور حكومة المستشاريات المقدمة المركز. لا يكون رئيس الوزراء أو رئيسة الوزراء وحدها أو وحده، ستكون هنالك مستشارية متكاملة فيها علماء وخبراء المياه وإدارة الكوارث وخبراء وعلماء الاقتصاد وخبراء وعلماء الصمغ السوداني ده وخبراء وعلماء السياسات الخارجية وخبراء وعلماء فض النزاعات ومعالجة القضايا، خبراء وعلماء الطرق والكباري، وكل الناس اللي بيكونوا قاعدين عندك في المستشارية. والمستشارية لها خطط بما فيها الخطة 100 يوم الأولى لحكومة المستشاريات المفروض يتعامل فيها شنو. مستشارية الهجرة والجنسية تعمل شنو، أول خطوات شنو، وديل الناس اللي عندهم decisions وأشياء بتتخذ في الأيام 100 الأولى. الأيام 100 الأولى في أشياء مخطوطة ومضبوطة. بجانب ذلك يبدأ العمل بالمقترح للدستور، حتقدم جهات مختلفة عندها دساتير موجودة، وعندنا الدستور نحن اللي استقيناه من أستاذنا المرحوم علي محمود حسنين بإذنه، إنه دستوره المقترح إحنا نخد فيه يدنا ونقدمه للسودانيين.
وعنده مجموعته موجودة إلى الآن. مجموعته واقفة للأسف الشديد، مجموعته واقفة بين هم ولا مع الجنجويد قالوا ولا مع الحكومة ولا مع الجيش. المواقف الضبابية هذه ما بتشبه عام علي. عام علي موقفه كان واضح انه ما يجيب، ما العساكر دول ما يقعدوا معاهم اصلا، لكن الناس قعدت مع العساكر. يعني عام علي اذا كان موجود عليه رحمة الله بيكون موقفه مع الجيش، ما بقيف مع الجنجويد ولا بقيف محايد. انا اعلم الرجل من، انا طالب في ثانوي كنت بمشي له الدراجة بحري، طالب في ثانوي يعني، بعرف الرجل جيد جدا. واخر اسبوع قبل ان ينتقل الى ربه انا كنت بتكلم معه بالتليفون، ربنا يرحم استاذنا. لكن ده الدستور المفروض تبدا به، ودي حكومه التاسيس. اجمل ما عجبنا، وعشان كده احنا بننادي آه سعاده الفريق ياسر العطب الاستاذ، لانه قال حكومه تاسيس. وده الدائره الدوله السودانيه، ان احنا دارين تاسيس دوله تحكم المؤسسات، ما ود خالتي ولا ود خالتك، ما قريبنا ولا قريبك. شهادتك وتجربتك في الحياه، وانت بتقدم للمواطن السوداني شنو؟ انت دار ترفه السوداني كيف؟ انت مدى مصداقيتك وشفافيتك وتاريخك كله من الميلاد، وتاريخ ابوك واهلك ذاتهم ما يكون فيهم ناس حراميه وكانوا وزراء وعينوا اهلهم وتوسطوا لناس، ناس علوم ومعارف ومناهج يمشوا. الجيش يظل قاعد في محلته دي يشوف ترتيباته هو، لانه هو حيكون في حكومه المستشاريات عنده قالبه بتاع مؤسسته العسكريه ينجد عيشه. احنا ما عندنا اي حاجه من هنا المستشاريات دي الماليه بتدعم الزول ده بالمال، والنجوم في الادب العسكري وتاسيس الجيوش وترتيبها وتطويرها عشان تصل قمتها، عشان الجيوش لما تتطور بتجيب عزه المواطن، بتجيب عزه جوازه، بتجيب عزة البلد كلها. لكن الكلام ده يكون بالعقل، ما يكون بواسطة ولا يكون بمعارف ولا يكون بجهات محددة في الجيش أو جهات مقربة أو أولاد أهل أولاد أقارب. وما في تاني زول شايل بندقية ما بنتمي بنمرة عسكرية للجيش السوداني، ما في ده هنا قاعد موجود. الحاجة الثانية، ما داري نطول على الناس، الشيء الثاني خط الديمقراطية المجتمعية وبرلمانات الأحياء. ديل اللي حيحكموا من الحي، عشان انتهوا في برلمان مؤقت في فترة التأسيس اللي بيديرها حكومة المستشاريات. ده إسهامنا نحن البسيط جدا، وفي اسهامات آخرين ممكن تتقارب الحاجات دي. ومن المفترض الليلة، ما بكرة، الليلة البرهان يفتح الباب لكل العقول السودانية عشان تشكل مستشارية عامة تضبط وترتب الحاجات. وفي عمل محتاج لحاجة أسرع من ده، اللي هو فريق دبلوماسي سريع جدا عشان يواكب. ما في أحداث ماشية ما بتجيف لنا الدنيا ولا بتجيف السياسات الخارجية للدول الكبيرة صاحبة البندقية الطويلة، ما بتنتظرنا نحن عشان نحسم معركتنا وننظف بيوتنا ونرجع بيوتنا ونرجع السوق. لا، ما بينتظرونا. مسافة ما نحن نباصر الحاجات دي ونهدأ نحن، كون بيكون قطع شوط كبير جدا.